السلام عليكم. انا حبايبي واصحابي كل الناس اللي معاهم بخير يعني من رشيد بلدنا برضه. اي حته نروح فيها الحمد لله بلدنا. ارض وجو وبحر. الحمد والشكر ليك يا رب. كله بتاعنا يعني الحمد لله. لفوا من قدام بقى. السرير هنا. طبعا الوسط اللي قدامي ده جاي مخالف بالجنب التاني من شويه. بعد صاحي النهارده الصبح كده بنقولوا يا فتاحة عليم يا رزاقة كريم. وصبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. الحمد لله. فطبعا راح نفول. طبعا الرخص مسحوب من المره اللي فاتت من ساعه الظابط ما خد الرخص. وطبعا انا معيش رخص ولا رخصه عربيه. طبعا انا كنت صارف 20,000 جنيه على العربيه قبل كده واتاخدت. خدوا العربيه وخدوا الرخص بعد ما جددت رخصه العربيه، ورخصه العربيه صرف 20,000 جنيه على رخصتي ورخصه العربيه. رخصتي ثالثه يعني 20,000 جنيه. وخدوا الرخص لغوها الاثنين. ما بنلاقوش الفلوس في الشارع والله. والله ما بنلاقوا الفلوس في الشارع. الناس الشقيانه دي ما بتلاقيش الفلوس في الشارع. وانا بالاخص ما بنلاقيش فلوس في الشارع. طول النهار في قلب الشارع عشان خاطر نروح ناكل بيتي. ما بنحوشوش في مصر. احنا في مصر ما بنحوشوه، بناكله ونشربه بس. عربيه مجلس مدينه جايه مخالفه. كله مخالف، كله مخالف، كله خربان، كله بايظ خالص. انا مش عارف في ايه والله. انا عايز نعرف دلوقتي مرور البحيره. مش عارف يعني حاطيني في الخطه بتاعتهم ولا ايه؟ مش فاهم. يعني عاملين لي شغلتهم ولا ايه؟ مش فاهم بس بالظبط. انا مش فاهم والله. انا مش فاهم والله. عاملين لي شغلته في مصر ولا في ايه بالظبط؟ زي الحكومه ما بتدور على حجانا ليه حاج عايزه من مصر. زي انتم ما بتدوروا على حقوقكم انا ليا حقوق في مصر. واجب عن الحكومه المصريه تجيب لي حقوقي كمواطن مصري من اصل البلد دي. انا واخد شهاده مع يعني من دكتور ان انا راجل متخلف عقليا. يعني ممكن نولع في قلب العربيه عشان ده اكل عيشي. ممكن نولع فيها زي ما ناس كتير بتعمل يعني. مؤاخذه حبيبي. فالعمليه مش مستحمله اصلا يعني. نصرفوا 20,000 جنيه على رخصتي ورخصه العربيه. ويقول له ياخد العربيه الظابط على الدولي بتاع دمنهور مكان التصوير كده بالظبط. عايز ياخد العربيه ويكلبش العربيه. وناس ياما غلط. العالم بحاله كله ماشي غلط. كله على حساب ناس والمصالح ناس. وعايزين مصر تبقى كده. وعايزين الناس تبوظ من الاخر يعني. تخش جاتي يا تخش بقى تبيع مخدرات تمشي غلط. ازاي تمشي غلط في مصر؟ هي دي الحكومه المصريه عندنا في مصر. انا عايز نفهم في ايه. انا ليا حقوق في البلد ديت كراجل مواطن. عربيه من غير نمر قدامي اهي. نمر سمراء اهي. انا عايز نفهم في ايه. انا دلوقتي راجل كله جاي مخالف. انا عايز نفهم في ايه. ما بيمشيش غلط غير الناس الرتب والناس اللي معاها فلوس عشان بتتحمى في فلوسها. انا عايز نفهم في ايه. من مصر ام الدنيا اهي. صبح شيخ. صباح الفل يا مولانا. عايزين نمشي غلط مفيش مشكله. نجيبوا كلاب ونجيبوا سلاح ونقف في قلب الشارع نبلطج على العالم. زي الحكومه المصريه ما بتتعامل مع المواطن. اكل ولا شرب ولا عيشه ولا سايبين المواطن ياكل عيش اصلا. انا عايز نفهم في ايه. انا عايز نفهم في مصر في ايه. انا مش فاهم في ايه. انا عند مطعم السلطان هنا. انا عايز نفهم في ايه والله. مش فاهم والله. انا مش فاهم في ايه والله. هنطول قدام بقى بعيد عن الزباله عشان نتعب. انا معايا شهاده من الدكتور ان انا راجل متخلف عقليا. متخلف عقليا. فممكن نولع في العربيه وهي معايا كده عادي. محدش هياخدها. يعني نولع في العربيه كده وما ياخدهاش. نصيعوا بقى على خلق الله. سيبونا ناكلوا عيش في بلدنا وبناكلوا فيها عيش مش اجانب. فابعدوا عننا. الله يبارك لكم.
بالرشيد اهو امام البحر من زهرة النيل. انا عايز نفهم في ايه بس. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل مع المواطن المصري. المواطن المصري مش فاهم في ايه والله. الدنيا بتشتي اهي، خير اللهم يجعله خير. بس سيبونا ناكلوا عيش كده ونربوا العيال ونمشوا جوه الحياه. الله يبارك لكم. ليا حاج ناخده في مصر زي الحكومه بتدور على حقوقها، ضرايب وشهر عقاري ومرور ونيابات وكل حاجه وتومين وكل حاجه. ندور على حقوق المواطن. اهم حاجه المواطن. المواطن اللي هو شغال في مصر، يعني مصر شريكه مع المواطن. في مصر عندنا شريكه مع المواطن. زي مصر ما بتدور على حاجه، احنا اللي حاج في مصر. واجب على مصر وواجب على حكومه مصر تجيب لي حاج. ولسه مكملين من رشيد والتجيل شديد ارضا وبحرا وجوا. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم من قلب مصر. وفي اي حته ان شاء الله هنروح.